طرق طنجة صعبة المسلك هذا الصباح بعد ليلة مطيرة ونهار لم تتوقف الأمطار فيه عن الانهمار، لكن الاضطراب اقتصر على الجانب المروري، فحي مغوغة لم تغمره المياه بفضل الأشغال، أما مياه الوادي فاحتوتها الحواجز الإسمنتية، فقد دعم قاع الوادي وجوانبه وضع تحسن مقارنة مع السنوات الماضية. كاين الآن خلية ديال الطوارئ متشكلة من طرف جميع المصالح ديال المدينة وكتواجد في كل النقط السوداء، وكنحاولوا ما أمكن باش نجاوبوا على كل المشاكل في حينها. يعني الواد السواني والواد ديال المغوغة الآن في مراحلها النهائية، وبالتالي ذاك المشاكل اللي كانت كتطرح بهذا الودان ما بقاتش مطروحه نهائيا الان. كاين فقط انه نسبه التساقطات مرتفعه في واحد المده وجيزه خلقت لنا فقط بعض المشاكل في السير والجولان. على طنجة تهب رياح قوية والأمواج طالت 4 أمتار. توقفت الرحلات البحرية بين ميناء طنجة المدينة وطريفة. باخره اليوم ما كاينش باخره مره، الجو شويه صعيب شويه، طالع وهابط تسينا كتسرب حتى شي يقول لك. أما سلطات ميناء طنجة المتوسط فقد أعلنت أن حركة الملاحة من وإلى الميناء قد تواجه اضطرابات خلال اليوم وغدا بسبب الأحوال الجوية وهبوب رياح قوية.